مقطوعة محاولة، سدرك يسدد كرة خطيرة، جول 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 لزاخو. الله يا زاخو، والهدف الأول، وفرحة الكادر التدريبي والبدلاء وفرحة الجماهير. كرة خطرة سددها فرانك سيدريك، ما تمكن من ابعادها، دفاع طلبه، وبالتالي القناص سدد الكرة معلنا عن احراز تقدم الهدف الاول لفريق زاخو في الدقيقة 65. الدقيقة 65 الهدف الاول لمصلحة فريق نادي زاخو. خلينا نشوفها بالإعادة. الهدف الأول اللي سجل عن طريق هذا اللاعب كايك أوليفيرا البرازيلي. أنا تحدثت قبل لحظات قلت أنه أبناء السيليساو أبناء السامبا. فرانك سيدريك، كرة خطيرة 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 خطيرة، هي الهدف الثاني، سواها الدولي سددها وسجلها ياسر قاسم الدولي. ياسر قاسم، والهدف الثاني لهذا اللاعب، سجل في شباك الشرطة، ويعود ليطلق رصاصة الرحمة على الطلبة في هذه المباراة. ياسر قاسم، فرانك سيدريك قدم له كرة على طبق من ذهب. ياسر قاسم الخبرة الكبيرة انفرد بالحارس وأودع الكرة بكل اتقان وبكل ذكاء، وفرحة لاعبي زاخو في هذه المباراة. هدفين مقابل لا شيء لزاخو، ودخلنا في الدقيقة الأخيرة هدفين، وزاخو هو الأقرب لخطف نقاط المباراة الثلاث. جماهير كبيرة تؤازر الفريق. ياسر قاسم 4 دقائق وقت بدل ضاع، ضاف حكم المباراة وسط فرحة الجماهير، وسط فرحة أبناء الخابور.